في خطوات سهلة وسريعة بس أساسية هتعملوا أحلى لسان. أنا عايزة أقول لكم إن اللسان بالنسبة لي ده طعمه أحلى من اللحمة. أول حاجة هجيب مية بتغلي على النار وهحط فيها اللسان بعد ما غسلته بمية وشوية ملح صغيرين كويس جدا جدا، يا دوب ياخد فورة هطلعه كده وهدلق المية دي. أجيب بعد كده مية تانية نضيفة هحط فيها بصل وتوم بقشره وورق لورا، حابين تضيفوا حبهان ضيفوا. بعد كده هحط ملح وهحط فلفل أسود وهقلب الحاجات دي كده كلها مع بعض. وبعد كده هبتدي احط اللسان بتاعي للمرة التانية علشان بقى يتسلق براحته ويستوي على اقل من مهله. اول ما يغلي اوطي عليه النار واسيبه يستوي براحته، تقريبا بياخد ساعة ونص لساعتين على حسب حجم اللسان، لان اللسان بياخد وقت في التسوية. بعد ما بيستوي شايفين طري وجوسي ازاي؟ تحفة. ببتدي بقى اقشره في المرحلة دي، تقشير بيكون سهل جدا وسريع جدا جدا. لكن لو حبيتوا تقشروه قبل مرحلة انه يستوي فده بيبقى صعب قوي قوي ومش بيطلع مظبوط. بعمل فتحة كده في النص وبعد كده ببتدي افرغها بايديا وبيطلع معايا بمنتهى السهولة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده ابتدي اخد الناحية الرفيعة دي اقطعها كده وبتبقى الشرايح بالشكل ده اللي انتوا شايفينه. والتخينة دي بحب اقسمها على نصين، بس براحتكم لو حابين تعملوها تخينة كده اعملوها. وابتدي برضو اقطعها وكده عندي اللسان جاهز. في طاسة على النار احط فيها، يعني نصيحتي تحطوا معلقة سمنة صغيرة قوي قوي او نص معلقة سمنة مش كتير عشان ميبقاش تقيل عليكم. اديله بس كده يدوب يشم النار وبعد كده اروح اقطع الخضار بتاعي بسرعة جدا. استخدمت فلفل بابريكا قطعته عشان يبقى مش حراق، او اي نوع فلفل مش حراق يعني فلفل رومي عادي. وحبيت احط معاه نص قرن شطة كده. وبعد كده اللي هو فلفل اخضر حراق. وبعد كده قطعت الثوم وبعد كده خدت واحدة بصلاية وقطعتها كده كلها سريع سريع لشرايح. هاخد الحاجات دي هبتدي احط عليها شوية ملح وهحط عليها كمان فلفل اسود. وهحط عليها حوالي نص معلقة صغيرة من الكزبرة ونص معلقة صغيرة من الكمون. أنا بحب أبهر الخضار لوحده وبهر اللسان لوحده، نفس البهارات دي اللي هي الملح والفلفل والكزبرة والكمون برضو اديتهم رشة على اللسان. بعد كده ابتدي ادوبهم مع اللسان مثلا لمدة دقيقة مش اكتر من كده. خلوه جوسي وخلوه طري، ولو بتحبوه متحمر قوي حمروه. يعني احنا في جزء بيحبه محمر وجزء بيحبه طري وجوسي، بس هو الطري والجوسي بيبقى احلى بكتير. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي هتاكلوا اطعم واحلى لسان على فكره، مش زفر خالص ابدا، بقى طعمه جميل جدا جدا. اتمنى حلقه النهارده تكون عجبتكم. لو عجبتكم اعملوا فولو ولايك للصفحه وشير للفيديو ده، وباي باي.